قصص رعب صارت وين المتابعين ما يصدق العقل. قصتنا تحكي عن ابو ليث. ابو ليث يقول قبل 5 سنوات رحت العمامي قاعدين بمنطقه ريفيه، فابو ليث يقول وانا امشي بالطريق يقول شفت التل تقريبا يبعد عن طريق اللي امشي به 10 امتار، وهذا التل واقفين عليه 2 اشخاص. فيقول هذول الاشخاص لما شفتهم كتبوا عليهم شافوني وصاحوا علي قالوا لي ارجع منين ما اجيت. فابو ليث يقول انا ما اخذتهم بعين الاعتبار واعتبرتهم اشخاص بشر وواقفين بهذا التل طبيعي. فيقول ابو ليث وقفت وياهم طبيعي وظليت اسولف وماكو اي مشكله، لكن هذول الاثنين بدأوا يضحكون وانا واقف. فبهالموقف ابو ليث يقول قالوا لي تعال اشرب مي وروح براحتك. فهنا يقول لما رحت يمهم حتى اخذ المي اللي رادوا يعطوني اياه، هنا انا بوعت على اشكالهم بدت تختفي شوي شوي وملامحهم تتغير. فيقول ابو ليث هنا خفت خوفه مو طبيعيه، وعرفت المكان اللي انا بيه وضعيته مو تمام، وهذول الاشخاص اللي واقف قدامهم شنو. فهنا يقول خفت وظليت اقرا واردد ايات قرانيه، وقلت خاف اشرد من يمهم ويسووا لي شيء ما متوقعه. الى ان ابو ليث يقول وانا بظل هالموقف اللي انا بيه، يقول هنا فاتت سياره من الطريق اللي انا بيه، ويقول ظلت عيني عليهم وعيني على السياره اللي فاتت، ويقول وانا عيني على السياره وعيني عليهم. يقول قربت على السياره الى ان وصلت لها، والحمد لله طلع صاحب السياره عرف. فيقول لما شفت ابو السياره وعرفني قلت له ابو فلان ترى القصه هيك وهيك هنا صارت. فابو السياره قال لي اصعد وخلي نروح. ولما صعدنا بالسياره وافترينا وردنا نروح، هذول الاشخاص ما لقينا لهم اي اثر ولا شفنا واحد منهم، وكانما اختفوا من العدم. ويقول ابو ليث من هالموقف انا بعد ما رحت العمامه ابد ولا قمت اطلع حتى بالليل، الى ان المنطقه مال عمامي صارت مسكونه. اما الموقف الثاني يحكي عن شخص اسمه ابو ايليا. ابو ايليا يقول يوم من الايام وانا طالع من النجف ورايح للبصره وعلى طريق السريع وفارغ وبوقت الليل. ويقول وانا طالع من النجف ومتوجه للبصره وعلى الطريق السريع وفارغ وامشي براحتي. وابو ايليا يقول وانا امشي بنص الطريق ما احس لك الا واحد ضرب السياره الطابوقه وطق التاير. ويقول وقفت السياره بالطريق وكان يجيني شخص ما ادري منين اجاني او ما ادري منين طلع، وكان يقول لي راح ارجع لك التاير مال السياره مثل ما كان، بس اذا نويت تكمل طريقك ورايح للبصره راح اظل الحقك واقلبك الى ان تموت. وابو ايليا يقول وانا بظل هالموقف يقول لا قدرت احكي ولا قدرت ارد عليه، دم ما بقى بجسمي اصلا. فيقول فعلا ابو ايليا صلحت السياره ورجع التاير كما كان، وفريت سيارتي ورجعت للنجف منين ما اجيت. وهو راجع بطريقه للنجف ومرعوب من اللي صاير بيه، هذا الشخص منين اجاني وبوقت الليل وطريق سريع شو يسوي هنا ومنين طلع. ومن هالموقف اللي صار ويا ابو ايليا اتصوره بعد ما يطلع لاي طريق عام او محافظات بالليل نهائيا. ووصلنا لنهاية الفيديو. هسه اكتب لنا بالتعليقات شنو ارعب موقف صار وياك بحياتك، وهسه اقدر اقول لكم حطوا لي لايك ومتابعة وكتبوا لنا رايكم بالتعليقات.